ايوا علاش نحن نكونوا برلمانيين وندخلوا البرلمان في هذا السن هذا ووزراء ومسؤولين وتجي الشباب يلا بغى ينطلق وتوقفوا. يجب ان نفتح باب الامل لا ان نغلق باب الامل بالنسبه للشباب المغربي. سيد الوزير المحترم، اولا بغيت نقول لك على انه الولوج الى مهنه التعليم لم يعد اختيارا بل اصبح اجبارا نظرا ل طبعا البطاله التي تعرفها بلادنا. بغيت نقول لك على ان هذا التسقيف هذا في حدود 30 سنه على حد معلوماتي هي السنه التي يبتدئ فيها عمر الشباب. وهذا المقتضى اللي جبتوه واللي يعتبر حقيقه ابداع، انا كنعتبر هذا اللي جابه عبقري، يتناقض تماما مع الفصل 31 من الدستور المغربي اللي كيجعل الولوج الى الوظيفه العموميه حسب الاستحقاق وليس حسب السن. سيد الوزير، اليوم السياق يتطلب منكم التراجع عن هذا القرار المجحف في حق مجموعه من شباب الوطن ديالنا. اليوم السياق يقول على انه يجب ان نفتح باب الامل لا ان نغلق باب الامل بالنسبه للشباب المغربي. تسقيف السن اجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض حتى مع السن الشباب. راه كاين اختلاف، راه يمكن مجموعه من الابحاث كتقول لك راه حتى 65 باقي سن الشباب. ايوا علاش نحن نكونوا برلمانيين وندخلوا البرلمان في هذا السن هذا ووزراء ومسؤولين وتجي الشباب يلا بغى ينطلق وتوقفوا؟ هذا لا يمكن بتاتا القبول به. اليوم كنقولها وكنأكدها، الا بغيتوا تسجلوا الحضور ديالكم في هذا المجال هذا حيدوا هذا التسقيف هذا. شكرا سيد. شكرا. لا ما خرجتش مع الميكرو، راه مقطوع، غير هو كمل. تفضل.